سيعود كما رحل ثم عاد زين الدين زيدان. رسميا تمت إقالة تشابي ألونسو. ريال مدريد بدون تشابي تم فسخ العقد بين النادي والمدرب. بعتقد هذا يوم المنى بالنسبة لك، وانت شخصيا كثير طلعت بعد مباريات ريال مدريد وانتقدت أداء فريقه، من النادر شفت مدح لمستوى قدمه. حتى اشرح لك نقطة كثير مهمة لازم تستوعبها، اني انا ما انتقدت تشابي الونسو لاني بكرهه كشخص او لاني ما حبيته كمدرب، بالعكس تماما، انا بحترم اللاعب اللي بيطور من نفسه ليصبح مدرب، وما بالك انه هالمدرب نجح بمكان ما وصنع معجزات بهذا المكان. بس كان هدفي بكل مباراة لريال مدريد انه نشاهد شخصية، نشاهد متعة، نشاهد اداء، نشاهد على الاقل انتصار باقناع. هي المتطلبات كلها بدك اياها تتحقق، واصلا الفريق الموسم الماضي كان خارج بموسم صفري بدون اي لقب، وزيد عليهم ادائهم اللي كان تعيس ومتعب لاعصاب جماهيرهم. انا وضحت لك انه على الاقل تعطينا مباراه مقنعه، ما حدا طالب مباراه توب وافضل شيء ممكن بكل مره. بالنهايه اللاعبين بشر، مو روبوتات يقدموا لك نفس الرتم بكل مباراه. بس المشكله انه تشابي رغم امتلاكه تشكيله رهيبه من اللاعبين حول العالم الا انه بيعاني، وكل مباراه بيخرج فيها منتصر تنظر هيك بتشوف انه انتصار بطلوع الروح. الفريق عانى من اصابات كثير طبعا مثله مثل اي فريق ثاني، بس بظل هالضغط النفسي والبدني بسبب كثره المباريات، بعتقد هذا احد اسباب فشله لحد الان. برجع باكد لك انه انا ماني مستني اشوف ريال مثالي بعد رحيل انشيلوتي بنصف موسم فقط، بس على الاقل انك تشعر بالبوادر اللي تفرجيك انه ريال مدريد ماشي بالطريق الصحيح وقريبا سيستعيد هيمنته وكبريائه. ومع الاسف انه هالامر كنا محرومين منه، وعدد المباريات اللي قدم فيها ريال مدريد اداء مثالي ومستوى خارق للعاده كان ممكن تعدهم على الاصابع. مثل نهائي السوبر ضد برشلونه، الفريق قدم اداء جبار وكان تنافسي لابعد الحدود، وطبعا مثل ما ذكرت انه الفريق بمر بفتره صعبه. للامانه تشابي حاول يعمل شيء حتى يحد من خطوره طوفان برشلونه مع فليك، بس تحكي الصراحه هذا مو اسلوب تشابي الونسو ولا شخصيه ريال مدريد. انا اول مره تشوف ريال مدريد بيرجع بدافع بالطريقه اللي انا شفتها بالمباراه. هو كمدرب تكتيكي بيشتغل صح واحترم خصمه، بس انت ليش تتنازل عن فرض امكانياتك اللي فعلا انت لو استلمت فيها الكره كنت عذبت فيها برشلونه؟ بس انت حكيت انك انبهرت بمستوى الريال وقد حللت المباراه، صحيح، والى الان انا عند كلامي. ريال مدريد بالطريقه اللي لعب فيها قدم لنا مباراه مشتعله بين فريق بيدافع وبيلعب على المرتدات وبين فريق بيهاجم وبيستحوذ على الكره، بس الفكره كانت بالكيفيه اللي قامت فيها اداره الامور. انا زعلت بصراحه على اقالته بنصف الموسم، كان ممكن الاداره تصبر عليه وتعطيه وقته لاخر الموسم. بصراحه كان عندي امل انه الفريق يتحسن. عاطفيا انا حزين على وضعه لانه غادر من باير ليفركوزن وهو مرفوع الراس، واليوم يقال من نادي حياته. على كل حال المدرب مسيرته مستمره واكيد راح يتعلم من اخطائه، ويوما ما سيعود كما رحل ثم عاد زين الدين زيدان.